عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من حلقات مطبخ أسماء وسلمى. إن شاء الله هنعمل النهاردة أكلة بيعشقها كل المصريين. هنعمل كشري مصري، كشري مصري بتركات جديدة من تركات مطبخ أسماء وسلمى. معانا بقى النهاردة نص كيلو عدس بجبة منقوع، أنا غسلاه كويس ونقعاه ساعتين 2 في مية سخنة. ومعايا نص كيلو رز مصري وكيلو طماطم مضروبة ومتصفية كويس في المصفى. ومعايا مكرونة سباكيتي شوية كده، ومعايا شوية شعرية وشوية مكرونة صغيرة، ومعايا 3 بصلات، وطبعا معلقة نشا. هقول لكم هنحتاج النشا دي دلوقتي لايه، وفصين توم مهروسين وشوية ملح. التوابل بقى كمون وفلفل اسمر وشوية قرفة وبابريكا وشطة. ويلا بينا بقى اقول لكم هنبدأ نشتغل ازاي. طبعا انا اول ما بدات حطيت ده ربع كيلو حمص. اول ما بدات تسويه الحمص، انا طبعا نقعاه من بالليل في ميه سخنه برضو، حطيته يستوي عشان بياخد وقت شويه، يعني بياخد وقت كتير، فحطيته اول حاجه يستوي. هنبدا بقى نعمل الكشري بتاعنا. حطيت شويه زيت في الحله اهو، شويه زيت كده بالشكل ده. هحمر بقى اول حاجه الشعريه، احط الشعريه بتاعتي وابدا احمرها لما تحمر خالص. طبعا ده اللون الشعريه اللي انا عايزاه، اللون البني شويه ده انا عايزاها بقى كده. هاخد بقى العدس بجبه احمصه شويه مع الشعريه، انزله كله كده. بعد كده احط الرز بقى يتحمص شويه معاهم برضو. احط بقى المكرونه دي وعليها كمان المكرونه دي، واقلب بقى كويس، نقلب كله في بعضه كده كويس. بعد ما قلبت المكرونه بقى والرز والكشري وكل حاجه، هحط التوابل بتاعتي. هحط الكمون والفلفل الاسمر وشويه قرفه. القرفه دي اختياري، عايزه تحطيها ما تحطهاش. انا بحطها على الكشري بصراحه، بتديله نكهه جميله وحلوه قوي. مش هحط اكتر من كده على الكشري. واقلب بقى التوابل دي كويس، واحط الميه المغليه. دلوقتي بقى هزود الكشري بتاعنا على الميه المغليه، عايزاها كده تبقى في المستوى ده كده تمام. واقلبه بقى تقليبه كده برضو عشان المكرونه ناشفه شويه، عشان التوابل تبقى في الكشري قوي. وهيستوي بقى كله في حله واحده بالشكل ده كده. هسيبه على نار عاليه، ولما الميه الرز يشربها والكشري يشربها هوطي عليها عادي كاني بسوي رز عادي خالص. دي بقى هنسيبها كده، هنسيبها تستوي، تاخد نص ساعه تسويه، ونروح بقى نعمل الصلصه، نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي بقى هنعمل مع بعض الصلصه. هحط شويه زيت، اخد شويه زيت كده مش كتير، شويه حوالي معلقتين 3 كده. اخلي الزيت يسخن شويه، واحط عليه الثوم يتحمر، يعني نص تحميره، يتحمر نص تحميره. قلبه كده، الغطا يبقى جنبي. التركه دي هتفرق قوي 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 في الصلصه، بتخليها بنعمل لها طشه كده زي الكوارع. عندي ما تتحمص نص تحميصه، الثوم يتحمص نص تحميصه، وطيه. هحط له
نقطتين خل واحط الصلصه. طبعا هو الخل مع الزيت والثوم بيطشطش كده، فناخد بالنا. احط بقى الصلصه واسيبها تتسبك على نار هاديه خالص براحتها كده على نار هاديه، ونرجع لكم بقى بعد ما تتسبك. عايز البصل عشان هحط عليه ملح وشويه نشا، هسيبه كده حوالي ربع ساعه. طبعا انا مقطعه البصل رفيع خالص. سر بقى الملح دوت ان هو يبقى مقرمش وجميل وما يتحرقش منك، وحط له معلقه ملح. معلقه ملح مناسبه كده بحيث ان هو ما يبقاش حادق قوي يعني. واقلبها كويس واحط لها معلقه نشا. معلقه النشا دي بقى بتخليه مقرمش وجميل ومتحمص كده. واقلبهم كويس وهسيبهم كده ربع ساعه لما الحاجه تستوي. قبل ما تستوي بحاجه بسيطه هبدا اقلي. هوريكم ازاي نقلي البصل برضو ونطلعه مقرمش كده وجميل. هحط شويه زيت، مش زيت كتير قوي، وسط كده يا دوب على قد البصل، لان احنا الزيت ده بنرميه بعد ما بنخلص. اهم حاجه في البصل واحنا بنقليه التقليب بالكتير. حطه كله بقى مره واحده، هنقليه كله مره واحده. وده بقى شكل البصل بتاعنا بعد ما اتقلى كده. اطلعه بقى واصفيه اهو. اتقلى قلي كده، هصفيه من الزيت واطلعه على مناديل عشان ما يبقاش فيه زيت خالص. ده البصل بتاعنا اهو بقى بعد ما اتقلى، اصفيه من الزيت خالص. شايفين الزيت اتقلى وما شاء الله الزيت زي ما هو ازاي ونضيف خالص. انا طبعا كده بصل الزيت ده ما بينفعش لحاجه تاني فبيترمي، فانا ما بحبش احط زيت كتير. اصفيه بقى كويس واطلعه المناديل اهو. الصلصه بتاعتنا بقى قربت تستوي، فانا هحط لها شويه بابريكا عشان يحمروها شويه، واقلب كده واحط لها الملح بتاعها بقى. انا عايزاها صلصه تقيله مش خفيفه، تبقى تقيله كده زي المطاعم. اسيبها بقى على نار هاديه خالص تستوي، تسبك كمان شويه، ونرجع لكم بقى نوريكم ازاي نعمل صلصه شطه. دي صلصه هتبقى بارده لوحدها كده عشان الاطفال مفيش فيها شطه، وهنعمل بقى صلصه شطه مولعه قوي، وهوريكم التركه بتاعت صلصه الشطه الحراقه قوي دي عامله ازاي. دلوقتي بقى هنعمل الصلصه الحراقه. هجيب شويه زيت. انا هحمص الشطه لما تتحمص في الزيت شويه زيت كده، الشطه هتبقى حراقه قوي قوي قوي. احط عليها شويه صلصه، هتبقى صلصه شطه زي بتاعه المطاعم بالظبط. الزيت دوت يسخن شويه، اروح احط عليه الشطه دي اهو، واخليها تغلي غلوتين كده، واقلبها بقى. دي بقى اصلا وانتي بتعمليها احاول ما اخليش الشطه تتحرق، يعني تتحمص بس شويه كده، تتقلي. احمص الشطه كده. دي صلصه زي المطاعم بالظبط واحلى كمان، يعني معموله بطريقه ما شاء الله جميله قوي. بيقطعوا بعض عليها، بس انا بخلي صلصه الشطه لوحدها والصلصه العاديه لوحدها عشان الاطفال. انتي هتعرفيها كده لونها هيبقى عامل ازاي. بتغلي كده اهي، وريحتها بقى فظيعه. هعمل ايه بقى؟ هجيب الصلصه دي، هاخد بقى معلقتين صلصه كده من هنا، من دول اللي اتسبكت دي،
المحشي. نحطهم عليها كده. طبعا احنا حاطين ملح على الصلصه دي، فدي مش محتاجه ملح بقى خلاص. هقلبها كويس عشان الشطه تتوزع فيها. ودي بقى صلصه الشطه، اتحداكي لو حد عرف يعمل صلصه مشطشطه الشطه دي، حتى لو حاطه شويه شطه صغيرين، الشطه لما بتتقلي في الزيت بتبقى حراقه قوي. دي شكلها كده وده قوامها، والصلصه بتاعتنا برضو نفس القوام. يلا بينا بقى اوريكم هنقدم الطبق ازاي. الوصفه بتاعتنا بقى بعد ما خلصنا شكل الطبق الكشري كده، عملنا الكشري تحت والصلصه في الجنب، وجنبه البصل والحمص في النص. طبعا الحمص متملح، كل حاجه متملحه. بسم الله ما شاء الله، الريحه واو جابت فوق عند الكيران. والوصفه ديت ما خدتش نص ساعه، بجد جميله جميله جميله. انا دقت كل الحاجات دي طعمها روعه بصراحه، وما خدتش نص ساعه، على طول في ثواني كانت خلصانه، وفي حله واحده. ما خدناش حاجات كتير، ما خدناش حلل كتير ووسخنا حاجات كتير، عملنا كل حاجه في حله واحده. المكرونه ما شاء الله مستويه اهي، كل المكرونه حتى المكرونه الطويله مستويه خالص، والرز مستوي جدا، الرز مستوي خالص اهوت، حتى العدس بكبه عشان انا نقعاه مستوي خالص ازاي جميل. والحمص برضو استوى جدا اهو. انا سويته كده، خليته 3/4 سوا، ما بحبوش مهري قوي. الوصفه بتاعتنا ما شاء الله جميله جدا. ده طبق سلمى، هي ما بتحبش البصل، عملناه لها من غير بصل. وطبعا دي صلصه الشطه اللي انا قلت لكم عليها، بحطها جنب الاكل. اللي عايز بقى ياكل حاجه ياكلها مشطشطه، ياكل الكشري مشطشط، ياخد منها دي لوحدها مفصوله في الجنب. تعالي بقى كده يا سلمى هدوقك من الطبق بتاعي. زي كده قولي لي رايك، مستوي طعمه حلو؟ بصراحة هي حلوة أوي. لو عجبتكم وصفة مامتي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة. ان شاء الله نتقابل على خير في وصفة جديدة من وصفات مطبخ اسماء وسلمى. باي.